يعرفوا انكسارات صارت من الذهنية الذكورية، اللي كان شايف حاله انه هو عنده عضلاته وقوي بعضلاته، باعتبار المرأة كانت عاطفية زيادة. عاطفية، المرأة كانت دائما تستخدم التحليل العاطفي والرجل كان يستخدم التحليل العقلي. من هيك رفاق هون صار بعض الانكسارات خلال التاريخ، الانكسارات اللي مرت عليها المرأة من عهد السومريين لهلا لوقتنا الحاضر. رح نحكي ايش هي اسباب العنف اللي صار على المرأة، ورح نحكي كمان اشكال العنف شلون هي، وبعدين نحكي عن اثار العنف، يعني نتيجة العنف هذا ايش مرة ولوين وصلت. وطبعا هالشيء هذا اللي عم نحكي من خلال الابحاث اللي عملناها. طبعا كل دول العالم صار البحث هذا وعملوه انه هالعنف هذا ايش كان سببه، وشو هي الاشكال العنف، وايش هي النتيجه اللي وصلت عليها المراه بسبب هالعنف. قبل هالشيء هذا بدنا نحكي ليش اعترفت الامم المتحده 25 تشرين الاول تشرين الثاني، ليش اعترفوا يعني عالميا بيوم مناهضه العنف ضد المراه. رفاق مثل كثير من الرفيقات يعرفوا انه كان في 4 خوات اللي كانوا خوات ميرابال. بهذاك الوقت كان في دكتاتوري اسمه دراخيلو هافال. هدول الرفيقات، هدول الاخوات ال4 كانوا مثقفات كثير، مثقفات يعني دارسين. كان في يعني مناسبه حفله، البنات طلعوا على هالحفله، طبعا هن عايشين ضمن عيله واعيه سياسيه. لما راحوا على هالحفله هذا دراخيلو الدكتاتوري تحرش بوحده من هالبنات. يعني عند التحرش البنت دافعت عن حالها، يعني وصلت معه كمان انه ضربته. هون دراخيلو بده ينتقم منها. ايش عمل؟ حطهم بالسجن. بعد ما حطهم بالسجن كمان هالبنات بعد ما كم شهر طلعوا من السجن عملوا مظاهره انه ليش هالعنف هذا؟ يعني المراه صارت بس مجرد لا الغريزه الجنسيه. يعني هون البنات لما طلعوا كثير من النساء كمان طلعوا لانه هن كمان كانوا معنفات. كل النساء اللي طلعوا على المظاهره هاي كانوا معنفات. كمان ايش عمل هذا؟ كمان رجع كمان سجنهم، وكمان بنفس الوقت تحت التعذيب هالبنات انقتلوا. هون اختن الرابعه عملت بيتها كله صارت متحف، كل شيء اغراض يخص هالبنات حطته بهالبيت وعملته متحف. طبعا الناس كانوا يجوا يشوفوا مثلا رسومات، كانوا يجوا يشوفوا الشيء الموجود بهالمتحف هذا. صار كل ما بيوم التاريخ اللي كان صار قتل هالبنات هدول، بنفس الوقت نفس المكان هذا كان يطلعوا مظاهرة. طبعا انتشر هالمظاهرات انتشرت بكل انحاء العالم حتى ما وصلت على الشرق الاوسط كامل.